عادت الحياة للقاعات السينمائية بالمغرب بعد إقبال الجمهور عليها خلال الأيام الأخيرة التي سلت خروج فيلمي باربي وأوبنهايمر إلى الأسواق، حيث شهدت القاعة السينمائية المغربية إقبالا مكثفا من طرف الشباب المحبين للفن السابع. ولقي الفيلمان شعبية جماهيرية عبر العالم، وهو ما انعكس على الجمهور المغربي الذي ترقب صدورهما بفارغ الصبر، وكان لافتا لنظر الجمهور الغفير الذي حج بكثرة للقاعات السينمائية التي عرضتهما بعدما عانت من قلة الإقبال لسنوات. يذكر أن فيلم باربي بدأ دعاية مبكرة له منذ بداية تصويره، والميزانية الكبرى التي خصصت له سيما فيما يخص الطلاء باللون الوردي الذي قيل أنه عرف نقصا في الأسواق بسبب استعماله المفرط في الفيلم. أما فيلم أوبنهايمر فأحداثه تدور حول العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.